وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. علشان في ناس كتيرة بتسأل السؤال ده وخايفة. بص يا سيدي، اقسم لك بالله لو حضرتك كنت في الفترة اللي فاتت كلها تعبان وبتخبط وحياتك كده في ثانوية عامة اي كلام في اي كلام واي هبد وخلاص، الفترة الجاية لو انتظمت واجتهدت وبقيت حد محترم بتذاكر وبتعمل اللي عليك، محترم في المذاكرة يعني، هتوصل للي انت عاوزه. علشان في ناس كتيرة سألتني ابدأ هوصل، والله هتوصل، بس ابدأ دلوقتي، ما تأخرش البداية عن دلوقتي. بعد شهر من دلوقتي الموضوع أصعب، بعد شهرين الموضوع أصعب جدا جدا. البداية اللي تنفع بجد دلوقتي. بص، خلينا متفقين. هل انت متخيل النجاح سهل؟ النجاح في اي حاجة الدليل انه مش سهل، ان مش كل الناس ناجحة، صح؟ طيب لو النجاح سهل خلاص يبقى كل الناس ناجحة، المفروض تنجح. هل انت متخيل ان في حد بيشوف قصاده النجاح ويقول ايه ده، لا انا مش عايزه ايا كان النجاح عامل ازاي؟ لا طبعا، هو اي حد بيبقى نفسه ناجح. طب هو ليه ما بقاش ناجح؟ عشان بتتكلف او بالموضوع ده بيكلفه جهد، والموضوع محتاج منه شويه صبر، وهو ما عندوش استعداد يصبر. فهنا بنقول انت كده كده هيعدي عليك السنين، بس الفرق فلان عدى وهو تعبان فصبر على تعبه، هيكافئ. اي واحد بيبذل مجهود وتعب في حاجه لازم ربنا يكافئه ويوفقه فيها. بص، دي مسلمات في الحياه، ما تقنعنيش، مسلمات. اي حاجه هتبذل فيها مجهود النهارده لازم ربنا يكافئك عليها بكره. ده لو ما كافئكش النهارده وبكره مش هلاقي بكره الاقي بكره في الحياه، لازم تكافئ عليه. تعبت؟ طب وايه المشكله اما تتعب؟ هو انت الناس لما بتدعي لك بتقول لك ربنا يديك على قد؟ هو لو ما فيش تعب ربنا هيديك؟ امال انت عاوز توصل لحلمك ازاي يعني وانت مرتاح ومدلع؟ باشا ما فيش حاجه اسمها نجاح من غير تعب، ولو مش قد التعب ما كنتش دخلت ثانويه عامه اصلا. فكك بقى من الدلع ده بقى. عاوز حد يدلعك؟ روح، كتير اللي ممكن يدلعك. يا عم اقعد في البيت. عاوز تسترجل استرجل وانا في ظهرك. هتتمعي هتلاقيني في وشك وبديك بالجزمه. هي سنه عاوزه رجاله، انت بقى من الرجاله اللي عاوزين مصلحتهم. اتعب، ما هو انت جاي تتعب عشان ربنا يديك على قد تعبك. لو مفيش تعب مفيش حاجه في اخر السنه، وساعتها هتتعب بقى التعب التاني النفسي اللي هيخليك كاره نفسك سنين كتير قدام. كاره نفسك ليه؟ ما انا ما تعبتش الاولاني فبتعب التاني. كده كده هتتعب. اختار انت عاوز تتعب انهي تعب. التعب اللي بمزاجك اللي كلها شويه ونخلص منه، وجع ساعه ولا وجع كل ساعه، ولا التعب التاني اللي ما بيروحش، تعب يوم النتيجه. والله يا ابني واسال اللي سبق بيسيب، بص مش جرح، معجنه مجزره في جسمك ما بتروحش. بس التعب الاولاني اللي هو بمزاجك ومذاكره، هو انت لما بتخلص الامتحان بتاع اخر السنه في اي سنه وبتروح تهيص وتمهيص وتنام وتصحى، ايه المذاكره بتبقى وجعك لسه ولا خلاص؟ شوف انت عاوز انهي تعب بقى يلازمك، ولا تعب يخلص، ولا انت عاوز ايه؟ مش عاوز امتحانات؟ طب ما انت هو انا ماسكك؟ هو انا ماسك عليك ذل عشان كده انت قاعد؟ امال ايه الهبل اللي انت فيه ده؟ يابا بتخلص خلاص، يا تخلص صح يا ما تخلصش اصلا. هتفوق امتى من الغباء اللي انت فيه؟ يا ابني مفيش حد عدوك الا انت اللي عامله في نفسك. فلازم تبقى انت مستعد نفسيا للفترات الحلوه اللي ان شاء الله هنجز فيها، وكمان الفترات الوحشه الداون اللي تحت. لو انت ما استعدتش نفسيا لدوت هتيجي عند الفترات الابس وانت كويس جدا جدا، تيجي بقى عند الداونز اكتئاب، احباط، مش هكمل خلاص. فلا، تبقى عارف من دلوقتي ان هيجي عليك فترات صعبه، وهيجي عليك فترات حتى في نص السنه التاني، حتى في المراجعات، حتى في ليالي الامتحان، ايوه شويه ساعات كده، شويه ايام ما بتذاكرش عادي، هتقوم كده وتنفض هدومك كده وتفوق وتبدا من جديد. بس تستعد نفسيا لده عشان لما يحصل ما تتفاجئش، ما تكتئبش، لا عادي، ريلاكس، هدوء،
اصبر، عدي الفتره ديت، ابدا ان شاء الله بعدها بيوم ولا يومين. افتكروا ان اللي فاضل كله تقريبا 150 160 يوم، مش اكتر من كده. لو عديتوهم عد تنازلي هيخلصوا بسرعه جدا. 5-6 شهور كده طياره حرفيا، فما تتكلمش في حاجه. شد بس، اجتهد بس، عدهم تنازلي، وكل يوم قضيه باقصى ما عندك، وان شاء الله ربنا يوفقك ويكرمك. وتذكر انت في سباق مع الاف، اكتر حد هيتفوق على كل الناس هو اللي هيسبق. بس افتكر انك كل يوم تسبق نفسك، ما يهمكش صحابك قوي. انت لو بقيت كل يوم احسن من اليوم اللي قبله ولو ب1 من مليون هتسبق كل الناس. كون ان اخوك يقول لك انت مش نافع، كون ان بابا يقول لك يا ابني ده ابن خالتك، كون ماما لما تقول لك ده ابن عمك ولا ابن عمتك، ده ابن الجيران، ده انت اقل واحد فيهم، كل دي حوائط سد. انا مش قصدي ان انا اذم فيهم، بس انا قصدي ده الطبيعي. الطبيعي ان انت تلاقي حوائط سد، بس صدقني مش هي دي الحوائط. انت ممكن تقضي على الحوائط دي بمجرد ما يبقى عندك همه، بس همه وعزيمه. مش لازم كل الناس تفضل تسقف لي، بالعكس دايما ده بيخلق عندي روح التحدي. ان لما حد بيقول لي انت ما تعرفش، ليه ما اعرفش؟ طب والله لا اعرف. انت ما تقدرش، لا انا اقدر. بس وانت ماشي في الحياه انت ماشي بهدفين، الهدفين بيكملوا بعض. هدف ان في النهايه انا مش هعيش وانسى ان انا اصلا مخلوق عشان اعبد ربنا، وده اللي بيخلينا اصلا يدينا شويه طاقه ايمانيه يمشينا في الحياه، نعرف نتعامل مع كم السواد اللي موجود في الحياه. رقم 2 ان انا عندي طموح عايز احققه. مش هيحكم عليا معلم، مش هيحكم عليا فرد، مش هيحكم عليا بابا وماما، مش هيحكم عليا اخويا، مش هيحكم عليا عم احمد صاحبنا جارنا، ولا هيحكم علينا عم توفيق صاحب الكشك اللي تحتنا. مش هيحكم عليا حد. مش فلان هو لما يقول انت يالا هتبقى عبقري يبقى انا هبقى عبقري خالص، ولا فلان اللي كلنا واحنا صغيرين كان بيتقال لاصحابي ده الواد ده لما يطلع نبغه عادي، وما كانش حد بيقول لي انت هتطلع نبغه. وانا مش نبغه، انا بديك مثال، يعني ما كانش اسمنا بيتقال في اي حته خالص، مع ان كان ناس صحابي جدا ومقربين مني كان اسمهم بيتذكر الواد ده هيطلع حاجه عملاقه. مش بسخر منهم ولا بقلل، بس انا بقول لك ان مش شرط اللي يتقال لك يبقى ده اللي هيحصل خالص. انت اللي بتصنع مستقبلك بايديك بعد استعانتك بربنا. انت اللي بتقرر تعيش ازاي وتشتغل ايه، وانت اللي بتقرر حياتك تبقى ماشيه في انهي اتجاه. انت اللي بتقرر بعد توفيق ربنا ليك. الاصعب بقى يا جماعه هو المشتت الداخلي، الجماعه اللي بيفكروا، الجماعه اللي بيسرحوا، الجماعه اللي بينسوا بسرعه. يا شباب الفتره الجايه لو في مثلا حب في حياتك مثلا اجله بعد ثانويه عامه، لو في مثلا كراش ابعديه شويه دلوقتي، بطلي تفكري فيه دلوقتي. لو في حاجه بتفكروا فيها يا جماعه عامله لكم ارق، مش عارفين حرفيا مش عارفين تعملوا حاجه منها. فانا سمعت حاجه من دكتور بيقول ان لو المشتت الداخلي بتاعك دهوت مش عارف تتخلص منه، تخيلوا شخص معاك. يعني مثلا بتفكر في انك عايز تعمل حاجه في دماغك كده اهوت، والحاجه ديت موقفه دماغك حرفيا. بص تخيل الحاجه ديت شخص معين، وقول له بص، كلمه كده، هات ورقه وقلم وكلمه وقول له بص الصفحه دهيت ربع ساعه بس اذاكر الصفحه دهيت وش وظهر واسمعها لنفسي وهقعد معاك، واعمل كده، ذاكر الصفحه وش وظهر وهات ورقه وقلم واقعد مع الحاجه اللي في دماغك. بتفكر مثلا في اي بتنجان، اقعد مع البتنجان، طب هتجوزها امتى، طب هخطبها امتى، واجب على الاسئله في دماغك عادي، واكتب الاجابات في ورقه. بعد 5 دقايق هتلاقي خلاص انت فكرت في كل اللي انت عايز تفكر فيه، كتبت كل اللي انت عايز تكتبه، خلاص انت خلصت الحوار ده. تقوم قايل بعد اذنك بقى تلت ساعه اروح اذاكر ورقتين واسمعهم لنفسي واجي لك، وهكذا، وخليك على المنوال ده. فالمشتت الداخلي اتدرب على انك تتعامل معاه. 3 و4 و5 ده اصعب من النجاح اللي فات، ولازم تكون عارف كده كويس، لان الفتره الجايه هتلاقي التعب زاد. مش بزعلك او مش بحبطك، بس ده حقيقه لازم تسلم بيها، عشان انت هتوصل ان شاء الله لحاجه بتحلم بيها من زمان. هدفك هو اللي بيحركك، دايما بقول كده، هدفك هو النور اللي انت شايفه بعيد، المناره اللي في البحر اللي انت ماشي تجاهها. فاي حاجه بقى بتقابلك في السكه انت بتحاول تدوس عليها وتعديها عشان توصل لهدفك. فالفتره الجايه صعبه، اصعب من اللي فاتت، اصعب من اللي فات. الحفاظ على النجاح اصعب من النجاح نفسه. اصحى من الفجر او من قبل الفجر، لو ربنا رزقك شيء من قيام الليل، اصلي الفجر واقول اذكاري، اقعد اذاكر اشد مذاكره لحد العصر فضل ومنه الله. وكل ما اجي اقوم من على المكتب وازهق افتكر قول الله تزرعون 7 سنين ايه دأبة. اوعى اتق الله. افتكر شخصيات الانبياء ونجاح الانبياء في الحياه. افتكر بعد كده يا دوبك ابص على الواتس والسوشيال ميديا 5 دقايق عشان وبعد كده انام شويه، وبعد كده اصحى المغرب اشوف ورد عبادتي، وبعد كده لو عندي ورد رياضه اعمله، وبعد كده ارجع اذاكر تاني، وبعد كده لو عندي ورد مذاكره في تفسير كتاب الله ايام الامتحانات وفاز الامتحانات. اي حاجه انت خايف منها عشان تكتسب كنز الشجاعه هات الخوف لاخره. يعني ايه هات الخوف لاخره؟ بعد 3-4 ايام من الامتحان ايه اللي هيحصل؟ يعني انا هذاكر دلوقتي، اقصى حاجه ايه؟ مش هعرف اجاوب وهسلم الورقه ناقصه
وجايز انجح وجايز ما انجحش واسقط واعيد السنه، ايه اللي هيحصل يعني؟ مش هيحصل حاجه. هترجع بعد ما تجيب الخوف لاخره، ترجع للمتاح دلوقتي، تذاكر، تعمل اقصى حاجه عندك، تحاول تتوقع لو انت مش عارف تلم المنهج ايه اللي ممكن يجي، تسال حد عنده خبره، واحد من اصحابك ممكن يذاكر لك حاجه صعبه عليك. لكن لما تجيب الخوف لاخره هتلاقيه محتمل، فتقوم راجع للمتاح دلوقتي وتبذل قصارى جهدك، لان في الاخر كل حاجه في الدنيا ملمومه. فانت عندك هدف، اوعى تفتكر ان الهدف ده الوصول ليه بمنتهى البساطه. الطلبه دايما متخيله ان الطلبه الشاطره بيحبوا المذاكره، ان الطالب يخش يستمتع بالمذاكره، يفتح الكتاب كده والله الحمد لله هذاكر، اخيرا دخلت الاوضه وفتحت الكتاب وانفرضنا انا وهو ببعض الكتاب يعني. ففي اللحظه دي انت متخيل ان الطالب الشاطر بيحب المذاكره موت وبيستنى اللحظه. لا طبعا هو ما بيحبش المذاكره، هو نفسه يفضل قاعد على الفيس يعمل سكرول، ما بيعملش حاجه، اللي هو اللا شيء الجميل، الحاجه الجميله دي. وعلى فكره اللا شيء ده حاجه ممتعه قوي، اللي انت قاعد ما بتعملش حاجه، اللا شيء. او ان حضرتك قاعد بتلعب مع اصحابك، او ان حضرتك قاعد بتتكلم على اصحابك، او ان حضرتك قاعد بتضيع وقت. هل تفتكر ان النفس بتاعت اي واحد ما بتحبش الحاجات دي؟ كلنا بنحب الحاجات دي، كلنا نفسنا بتوزنا ان احنا نعمل الحاجات دي، لان حاجه ممتعه فعلا. هل بقى اللي انت تقول لي تعالى بقى اشتغل، تعالى بقى اقعد ذاكر، اقعد ركز، اقعد اعصر دماغك، هل الحاجه دي النفس بتحبها ولا العقل بيحبها؟ لا. طب لما اجيب طالب ولما اجيب واحد الاقي نفسه بيضغط على نفسه وصابر على تحمل الضغطه دي، فنقدر نقول ان الطالب ده ما يستاهلش. الطالب ده لو صبر قولا واحدا هينجح، مش ينجح في ثانويه عامه، قولا واحدا هيوفق، قولا واحدا. سنه الله في الكون يا جماعه، والله سنه الله في الكون. فعشان كده بنقول ان انت حضرتك لو فضلت صابر على الصعاب والله العظيم لا تنجح في حياتك، والله لا تنجح. شوف انا بقسم بالله، لان ده يقيننا بالله. انت اصلا لو اعتقدت حاجه غير كده يبقى انت يا ابني عندك مشكله في الاعتقاد، في انت ما عندكش وثوق، مش واثق في ربنا، حاشا لله يعني. انت كده عيد تفكيرك في ايمانك لو انت مش واثق ان انا لو تعبت ربنا يكافئني. خليك دايما تتعامل مع الله سبحانه وتعالى باليقين. ربنا بيعاملك بظنك انت بتظن في ربنا ايه؟ ظن في ربنا خير، ظن في ربنا خير بقى بعد ما اعمل اللي عليا. انا يقيني بالله ان انا اعمل اللي عليا والله ربنا هيوفقني. شوف القسم ده مش ثقه في نفسي، ده ثقه في الله. يبقى الموضوع مش ثقه في نفسي انا، لا هو ثقه في الله. بس انا بعمل ايه؟ ربنا امرني بالسعي، فانا يا رب عملت اللي عليا. يقيني دلوقتي في مين؟ مش فيا، انا عملت اللي عليا تنفيذا لاوامر الله. يقيني دلوقتي في ربنا، مش بتاعتي بقى. يا رب انا عملت، اخر كده خلاص بقى، يبقى ربنا يقينا هيوفقني. فالمطلوب من حضرتك بس اصبر. احنا خلاص فاضل كلها 6 شهور، كلها 6 شهور. اصبر، مطلوب من حضرتك تصبر. والله لو صبرت لتوفق. اصل في صحاب السنه اللي فاتت ذاكروا وربنا ما كرموا. اوعى تقول كده، اوعى اسمعك تقول لي ذاكروا وما وفقوش، لان التوفيق عندنا غير التوفيق زي ما كتير من الناس بتعتقد. التوفيق عندنا هو ايه؟ ان ربنا يوفقك. والتوفيق ده حاجه اكبر بكتير يا جماعه من فكره درجه. التوفيق مش درجه، التوفيق مش راتب، التوفيق مش مكسب صفقه انا طلعت بيها وخلاص. التوفيق مش كده، التوفيق حاجه اعمق يا جماعه، حاجه اعمق والله، حاجه اعمق في حياتك. عارف يعني تعيش موفق يعني سعيد، يعني ما تخش في حاجه الا ربنا يوفقك. عايز ايه تاني؟ قول لي عايز ايه تاني؟ ما تخشش في حاجه الا لما ربنا يوفقك. الدنيا خلصت، الحياه خلصت والله. انت عارف لما تبقى انسان موفق فتلاقي يقول لك يا عم ده فلان ما يحطش ايده في حاجه الا لما تكسب. هو مش شطاره منه والله، هو توفيق من ربنا بس مش اكتر. هو ولا شاطر ولا حاجه، هو ممكن يكون ربنا وهمه ذكاء وممكن ما يبقاش ذكي. في ناس تشوف كده يقول لك ده يبقى معاه مش عارف ايه، هو مش شطارته، هو ربنا وفقه لسبب ما. الراجل ده اكيد عمل حاجه تستاهل التوفيق فربنا وفقه. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى.